المكان ده فيه صورة ورايا للفنان عبد الحليم حافظ العندليب الأسمر من أبناء الشرقية. تربى في هذا المكان. هنا مؤسسة البنين، مؤسسة البنات. هنا برضو أيضا في صورة لأحمد فؤاد نجم الشاعر الراحل الجميل، اتربى برضو هنا. هيقعدوا هنا، هيعيشوا هنا، مفروض يتعلموا هنا. هنا بتكلم وجاي عشان أسلم عليهم وأقول للمسؤولين وأقول لأهل بلدي، دول هيقعدوا هنا ويتربوا من غير أهل. هنا ما عندهمش مستقبل إلا إذا احنا صنعنا هذا المستقبل بإيدينا. طالبنا وحلمنا إن كل طفل بيخش هنا، وده يبقى شرط لأي دار إيداع اللي عاوز يعمل دار عشان الأيتام. أنت بتاخدهم لغاية سن 21، بعد كده هتعمل إيه؟ زي اللي احنا شفناهم بعينينا في مدينة نصر، في 6 أكتوبر، في أماكن كتيرة. يقف على باب الدار، أنت ربيته وسبته بره، فجأة تقول له اطلع بره. لا، دول عاوزين بكرة. هنا الأمام بشوف الحلم اللي هيكمل، هنعمل معاهم إيه. رمضان كريم. أنت اسمك إيه الأول؟ محمود. وأنت؟ رشاد. عبد الله. خس شوية يا عبد الله، أنت عارف أنا خسيت برضه. وأنت بص هناك فين؟ أنت أهلاوي؟ اسمك إيه؟ أحمد. وأنت؟ محمود. محمد. وأنت اللي واقف قدامي؟ حسن. أنت عندك كام سنة؟ 7 سنين. ودخلت المدرسة ولا لأ؟ دخلت. نفسك تبقى إيه لما تكبر بقى؟ ظابط. ظابط. ظابط؟ نشوفك إن شاء الله ظابط. هل دول كل اللي بيحلموا بيه يتحقق ولا لأ؟ هل هم عندهم ثقة في بكرة هيبقى بالنسبة لهم كويس ولا لأ؟ دي أسئلة بقولها مش محتاج إجابات، الإجابات شفتها عبر السنين. يمكن في أخ هنا أنت اتخرجت ولا إيه؟ تعالى وسعوا له، هو بس مليان شوية. أنت اسمك إيه؟ محمد. ازيك يا محمد؟ أنت كنت محرج في الأول إنك تتكلم معايا؟ لا خالص يا استاذ، على فكره حضرتك انا بحبك جدا على فكره اول. وأنا بحبكم. ده والله يعني حياتي معاكم يعني بيبقى ليها معنى يعني. دي حاجه من زمان يعني، كنت نفسي اقف مع حضرتك يعني واكلمك يعني على يعني مشاكلنا الخاصه معنا اصح. إحنا نقول بس نحدد. أنت دلوقتي عديت 21 سنة؟ اه. بتعمل إيه دلوقتي؟ شغال. مش شغال في قسم طباعه. هنا في في الدار؟ في بس الدار. في ناس ثانية بتخرج. في ناس تانية بتخرج وتتعامل مع الحياه اللي بره. ماشي. في ناس بتفشل وفي ناس بتنجح. والله يا استاذ طارق، هي الرق على البيع على ايه، على الانسان حسب ايه، حسب معاملته يعني وحسب طريقته يعني، معاملته مع الناس واللي تعيش بره. هي المشكله الوحيده اللي بتواجه اخواتنا هنا كلهم لما يطلعوا من هنا يلاقوا مكان يباتوا فيه. كلنا هنا اكتر حاجه من كلنا بنخاف من بكره بسبب واحد. ايه السبب الوحيد اللي احنا كلنا خايفين من بكره؟ خايفين اول ما نطلع زي ما تقول ايه، مش لاقيين يعني ايه العكاز بمعنى الصح اللي الانسان عليه. السيد كان بيقول لي عندهم مشكلة في دعم كنت باخده من الوزارة، كان كام؟ دعم للمؤسستين 99,000 جنيه في السنة. للاثنين؟ للاثنين متوقف بقاله سنتين. بقالنا سنتين ما صرفناش، آخر حاجة صرفناها 2013. حضرتك بقالك سنتين ما خدش. لا بقى احنا أساسا كجمعية مستلمين الدار دي، احنا من جمعية أخرى بقالنا سنة ونص. كان في جمعية قبلينا هي اللي بتشرف على الدار بقالها سنين طويلة. مشكلة طفل هيتخرج هنا نعمل له ايه؟ احنا 21 سنة ممكن نعمل له ايه؟ هو حضرتك احنا لا يمكن نخرج طفل من هنا ونمشيه إلا إذا كان له وظيفة وله شقة يعيش فيها. واحنا فعلا قدمنا طلب لسيادة المحافظ ان احنا يعملوا نسبة ال5% يدخلوا فيهم ابناء دار مؤسسة البنين. لكل اهل الخير، انا جيت المكان ده مش هقدر اروح كل الاماكن اللي في مصر. لكل محافظ ولكل رئيس حي ولكل واحد في منطقته في دار للايتام او دار للاطفال او الشباب اللي زي دول والبنات، ما نسيبهمش لوحديهم. لازم نبص للامام، يبقى في مشروع، يبقى في شغل، والدار كمان تاهلهم للعمل، يندمجوا في المجتمع عشان ياكلوا من عرق جبينهم. مش عاوزينهم يطلعوا في الشارع يبقوا مجرمين، لا، عاوزينهم يساعدوا في بناء المجتمع. للامام اكمل معاكم هنا من مؤسسه البنين بالزقازيق. بكمل معاكم مؤسسه البنات، ان شاء الله يطلعوا ويفتحوا بيوت ويبقوا امهات، يبقى ليهم دور كبير في المجتمع. مش شرط ان احنا نساعدهم، بنتكلم على الايام الكريمه اللي احنا فيها. ما نسيبش دول، هي مش حته فلوس، مش حته اكل وشرب، لا، نساعدهم نفسيا معنويا. انما في قصه هنا بكملها. تعالي امسكي فيها يا حبيبي. اسمك ايه؟ حبيب. بابا اسمه ايه؟ ماما اسمها ايه؟
اخواتك اسمهم ايه؟ فاكره اختك؟ انت اسمك ايه؟ حبيبه جايه عن طريق الشرطه من اسبوع، بقى لها 7 ايام هنا. قول لي حكايتها ايه؟ هي حكايتها حضرتك دي كانت ست متسولة خدتها، ادتها لواحد علشان مش عارفة يعني قال ان انا هتبناه حاجة زي كده. باعتها يعني؟ زي حاجة زي كده. فالمهم الشرطة عثرت عليها، احد الناس فبلغ عنه ولانه خدها عذبها وبهدلها لدرجة حضرتك لو شفت هنا قصص لها شعرها تمام. فالشرطة لما جابتها سلمتها لنا هنا للامام. حبيبه فين والدتها؟ فين والدها؟ للامام فين اهلها؟ للامام ازاي بنت زي دي تاخدها واحده متسوله وبعدين تبيعها لواحد يعذبها وبالصدفه او خاف وراح رميها وتيجي هنا المكان ده؟ هنا فين اهلها؟ فين الناس؟ فين القلب؟ قالوا في كل مكان زي ده في رمضان بوسوا الطفل بوسوا الطفله، تبنوهم، ابن لهم مستقبل. يا اللي ما عندكش ولد ولا بنت جيب شقه لطفله وسيبها لها عشان تحلم ببكره. للأمانة باقة ورد للشباب اللي زي الورد اللي موجود معانا، وبنقول له بلدك هتديك زي ما انت اديتها. ونقول لكل اللي بيدور على الخارج ولكل اللي عاوز جنسية من الخارج، نقدم لكم 3 حكايات في حكاية واحدة، في كلمة واحدة: بنحبك يا مصر. 3 باقات ورد بنقدمها ل3 من ضباط الشرطة اللي أصيبوا في أحداث متفرقة، منهم اللي ساب جنسية من أغلى الجنسيات في العالم عشان بلده، واللي اتعور واللي أصيب واللي بيكمل شغله برضه عشان مصر. مش بكلام ولكن من الأمام بندور على الأفعال الحلوة الجميلة، الورد المفتح في الجناين. شبابنا في كل حتة، مش شباب الشرطة ولا الجيش بس، الشباب المصري بقول له كل سنة وانت طيب. وباقة ورد كان معاه جنسية أمريكية وسابها وبقى ضابط شرطة وأصيب واتضرب بدل المرة. احكي انت، اسم حضرتك ايه؟ نقيب معتز سعد. احكي حكايتك كده يعني. انا يعني باختصار في 2007 كنت شغال في مديرية امن القليوبية في ضابط مباحث في مأمورية ضبط مخدرات، خدت طلقة في رجلي. وفي 2013 اتنقلت امن مركزي العريش في مأمورية برضو الحمد لله، يعني ربنا كرمني بطلقة قناصة في ايدي الحمد لله يعني. انت دلوقتي بتشتغل فين؟ انا دلوقتي اجازة. لسه عليك عامل 9 عمليات وفاضل لي عملية ان شاء الله يعني. ايديك ان شاء الله هتعود لطبيعتها ولا المتوقع ايه يعني ان شاء الله؟ هو انا اتمنى ترجع والله عشان ارجع اشتغل تاني، يعني انا عايز ارجع العريش تاني بصراحة. لكن هو يعني الحمد لله على كل حاجة يبقى في نسبة عجز يعني. كان معاك جنسية أمريكية تنازلت عنها عشان الشرطة وعشان مصر؟ أنا كان والدي في بعثة، والدي ضابط جيش طيار، كان في بعثة في أمريكا واتولدت أنا وأخويا هناك. وجيت في تقديم شرطة ما ينفعش جنسيتين يعني، نزلت عنها يعني. ندمان على كده ولا إيه؟ خالص يعني. اتربيت هنا وعشت هنا وخير البلد عليا يعني. هنقول ايه للشباب اللي زي الفل ده؟ بشوف بعض الأصدقاء وبعض الناس اللي بيدوروا على جنسية عشان يعيشوا بره يتأمنوا يبقى معاهم الجواز الأمريكي أو أوروبي. معقولة؟ في شباب بيدي، ده الشباب اللي بيحب بلده بجد. الحكاية رقم 2: سلامة إيدك. الله يسلمك يا فندم. محمد، أنت شغال في الأمن المركزي؟ تمام يا فندم. إصابتك إيه بقى؟ كنت مأمون وزارة الداخلية وخدت طلقات خرطوش في الرزغ الأيسر وشومة في الرزغ الأيسر، مما أدى إلى قطع في الغضروف والرباط والعصب. بس عادي بس؟ لا يا فندم، كله خدمة البلد يا فندم. تطلع مأموريات ولا؟ أنا رجعت الشغل على طول لما اتعالجت، ولسه لغاية دلوقتي بتعالج، ولسه لغاية دلوقتي عندي عملية تانية في بعد رمضان إن شاء الله. وأنا أصررت إني أرجع للشغل، إني أشتغل تاني بعد الإصابة عادي جدا، وما خدتش أجازة خالص يا فندم. على فكرة هو اتولد في الكويت وكان ممكن تبقى حياته تانية، يشتغل في البيزنس ويشتغل يبقى راجل أعمال، لكن هو بيحب بلده، لكن هو أصر إنه يكمل الوطنية ويخش كلية الشرطة. وحتى لما أصيب رجع يكمل ضد الإرهاب، ضد اللي عاوز يهد مصر يهد بلده. بنقول لهم لا، إحنا للأمام، دول الشباب اللي زي الورد. أنا كنت عاوز أضيف بس إن عاوز أشكر السيدة الوالدة والسيد الوالد إن يخلوني من صغري وأنا في الكويت إن أحب مصر، وبرضه إن أبويا أصر إن أدخل ضابط شرطة، وأنا جايب 98% في ثانوية عامة وكنت داخل هندسة، بس هو أصر والسيدة الوالدة أصرت إني
لازم اخش ضابط شرطه عشان اخدم الوطن. وهي من صغري هي كانت تقول لي هو مصر كل حاجه ولازم نضحي بكل حاجه عشان خاطر مصر. انا اتصبت يوم فض رابعه. خدت 3 طلقات في البطن والحوض. عملت لي كسر في مفصل الحوض ومغير مفصل، وعملت لي قرط في العصب الرئيسي في رجلي. سببت لي نسبة عجز. بس الحمد لله تمام، رجعت ونزلت الشغل كمان الحمد لله. دلوقتي شايف معاك العكاز يعني تمام. انت بتمشي بمشي بمشي بالعكاز. هو مفيش تحكم في رجلك خالص يعني؟ في مشط الرجل لا ما فيهوش تحكم خالص، لان هو كان عندي قطع عصب من فوق يعني. بس هي نسبة العجز سبب في مشط الرجل. كنت بتلعب كورة بقى قبل الإصابة؟ بسيط يعني، ماليش قوي فيها. مش فارقة معاك دلوقتي يعني؟ انت شايف ان ده عادي بالنسبة لك ادام الحمد بتخدم لله في الوطن خلاص؟ بالظبط الحمد لله يعني. انا عملت حاجة انا فخور بيها وبتشرف بيها، وبعد كده اولادي هيفخروا بيها ويفخروا بيا يعني. دول مش مهم اي حاجة عشان مصر، دول مش بيتكلموا، دول محدش يعرف عنهم حاجة، دول سيبوا ما طلعوش في برامج التوك شو. دول زيهم في كتير، في عشرات، في الشرطة، في الجيش، ناس مدنيين بيحبوا بلدهم. احنا نحب اللي يفعل، يحب نشوف الفعل مش الكلام. الكلام اللي بيأذي واللي بيهد واللي بيهدم مش عايزينه. نرجو ان احنا نسكت ونهدى ونشوف بكرة عاوزين ايه، ونحط ايدينا في ايدين بعض، نبقى ايد واحدة. شرطة، شعب، جيش، قضاء، محامين، مدرسين، كل الشعب نبقى ايد واحدة عشان نتقدم للأمام. للأمام أكمل معاكم مع أجمل حكاية، حكاية العمر كله، وبنحبك يا مصر.